أفادت وسائل إعلام إيرانية الخميس باعتقال واريا غفوري لاعب فريق فولاذ الأهواز بتهمة إهانة وتضعيف المنتخب الإيراني لكرة القدم والدعاية ضد النظام. ويبدو أن السبب المباشر لاعتقاله يتعلق بنشره فيديو على صفحته على إنستغرام فيه هتاف بلا شرف بلا شرف ضد المنتخب الإيراني لكرة القدم في الملعب في قطر. وسبق أن لعب غفوري في منتخب إيران لكرة القدم وفريق استقلال طهران، واتخذ في الأسابيع الأخيرة موقفا شرسا ضد النظام الإيراني، خاصة بعد القمع الواسع النطاق لمناطق في إيران. إلى هذا استدعى قسم الأمن في وزارة الرياضة الإيرانية واريا غفوري وطلب منه تقديم إيضاحات حول انتقاداته. واعتقلت السلطات الإيرانية حتى الآن عددا من لاعبي كرة القدم بتهمة العمل ضد الأمن القومي، بما في ذلك برويز بروند وحسين ماهيني وحميد رضا علي عسكري. كما تم استدعاء البعض الآخر بما في ذلك يحيى غل محمدي المدير الفني لفريق بريسي بوليس لكرة القدم بسبب دعمه للمحتجين. كما أثارت مواقف علي كريمي وعلي دائي غضب السلطات الإيرانية لدرجة أن القضاء أعلن مقاضاة علي كريمي الذي انتقل لمنفاه في كندا، ومصادرة جواز سفر علي دائي عند دخوله المطار في طريق العودة من الخارج. ومع انطلاق مونديال 2022 في قطر اتسع نطاق الانتقادات لدرجة أن عددا من الإيرانيين رحبوا بخسارة المنتخب الإيراني لكرة القدم أمام إنجلترا بنتيجة 6-2 وابتهجوا في الشوارع.